شوفوا لوستي جات من فرنسا. شوفوا شنو عطاتني كادو. شفت الساكونه نتخف سحاب ليا، جابت لي غير شي ساعه ولا. شوفوا العار شنو فيها. باندا كيتباع عندنا بدرهم. هذه ايفيغالغو ولا ديفالغو ما عرفتش اسمها ديال الراس الفوق. هذه الله يعطيكم الستر. الناس فرنسا شرحوا لي شنو هي هذه. صابونه محلوله. الصيف ملي كيقرب الجاليه المقيمه في جميع بقاع العالم كتدخل المغرب، منهم اللي عندنا من عائلاتنا، منهم صحابنا. دونك ملي يجيو عندك ويجيبوا لك شي هديه رمزيه واخا تكون بسيطه، شدها وقول شكرا وما تسبب ليه شي احراج. راه ماشي ضروري يجيب لك ايفون ولا سيرفيطه ب 300 اورو ولا سبرديله ب 200 اورو ولا يجيب لك شي حاجه غاليه. بالعكس شدها وقول شكرا. علاش؟ حيت كتبقى هديه رمزيه فقط. انت ما عارفش الظروف ديالو كي دايره لهيه، ما عارفش شنو كيعيش لهيه، الضرائب اللي تابعينو، الكرا اللي تابعو، الا كان عنده وليدات خصو يقرو وليداتو، التماره اللي كيضرب، الدمير اللي كيدمر باش انه يشدك الصالير. دونك تفادي الاحراج ما ديروش بحال هاد اللي ما عمرها ما شافت الربح وتحرجوا داك الشخص اللي عطاك هديه، سواء من عائلتك ولا من الاقارب ديالك ولا من صديق ديالك. فهمتي؟ بنادم خاصو يعرف هاد المساله هادي ويوعى بها، ان هذاك الشخص اللي جاي من اوروبا ولا من شي بلاصه في العالم جاي عندك في الصيف، راه ماشي ملزم انه يجيب لك شي هديه غاليه. جاب لك شي هديه راك يجي هيلو جيست، دار معاك هيلو جيست، جاب لك واحد الهديه رمزيه. انت الدور ديالك هو تاخذها وتقول شكرا في عوض ما تقلل منها وتسبب ليه شي احراج. وتحياتي للناس ديال الجاليه المقيمه في جميع بقاع العالم، ومرحبا بكم في بلادكم. السلام عليكم.